اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. احنا نعمل مع بعض النهارده الرواية الطري اللي طلبوه مني. انا كنت مستنيه كده يومين كده عشان انا كنت لسه عاملاه، فنعمله مع بعض ان شاء الله النهارده. انا جايبه معايا مقدار حوالي نص كيلو من الدقيق، انا وزناه طبعا عشان عندي كميه كبيره، فخدت حوالي نص كيلو من الدقيق معايا اهو، ونخلاه ومجهزاه معايا كده عشان ما ناخدش وقت مع بعض. وهناخد معانا معلقه صغيره من الملح ممسوحه كده، وهناخد معانا معلقتين من الزيت. بس عجينه بسيطه وسهله، وينفع معاكي رقاق طري، ينفع معاكي الكريب. بصي بيمشي معاكي في كلتا الاحوال، بينفع للاتنين، وبيبقى حلو وبسيط ومش هياخد معانا ولا وقت ولا مجهود باذن الله، وبيعمل معانا كميه محترمه. بتاعت قطعت مش مشكله، احنا بنصرف نفسنا باي حاجه، وبنفتح ازازه الزيت برضو. هناخد حوالي معلقتين من الزيت، ادي معلقه وادي التانية، بس خلاص كده. شفتوا اسهل من كده؟ هنقلب بقى كده العجينه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. ندخل الملح ومعلقتين الزيت كله في قلب بعضه كده، وبعد كده هنجيب معانا الميه وننزل معانا واحده واحده، على اساس ان العجينه عايزه اعمل لها عرق. طالما عايزه تعمل لها عرق يبقى لازم انزل بالميه حبه حبه كده لحد ما نعمل لها عرق معانا. ادي جبت الميه بتاعتي اهي، وانزل بقى كده ايه حبه حبه، والم معايا الايه الدقيق اللي احنا حاطينه عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من الزيت، لحد ما نشكل معانا عجينه. بسم الله، لحد ما تتشكل معايا كده عجينه اقدر ان انا امسكها في ايدي، ملمسها تلم معايا العجينه. وبعد كده هنعجنها مع بعض كويس ونشوف هنعمل فيها ايه برضو. بسم الله. العجين من الحاجات الحلوه، بس انا بصراحه ما كنتش واخده عليه بصراحه في الاول، بس ابتديت ان انا اعمل عشان خاطر الاولاد بيبقوا حابين بيتزا زي ما بيشوفوها كده مثلا في المحلات وبتاع، بس بيبقوا حابين ياكلوها. بصراحه احنا جبناها من بره كذا مره، ما بتعجبنيش. مش حكايه ما بتعجبنيش، كمان انا من النوع اللي بعرف اكل اللحوم اللي هي بتبقى بره، لما بتكون انت عاملاها في البيت يعني بايديكي بتبقي ضامنه الحاجه شويه بايديكي. فبحب اعمل لهم المعجنات في البيت. فابتديت بقى ببيتزا، عملت فطير، عملت قرص، عملت رقيق، شويه شويه هعمل معاكم كل حاجه. لسه مشوارنا طويل، لسه في البدايات ان شاء الله. ربنا يعيننا كده ويعين كل واحد على حاله، وقناتنا تكبر بيكم كده باذن الله بوقفتكم معانا يا حبايب قلبي. انا هتنين اعجن فيها كده لحد ما اشكلها تلمي معايا عجينه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا قعدت اعمل فيها كده لحد ما لميت العجينه. بصوا معايا عامله ازاي، بصوا ما شاء الله. بصوا ملمسها في ايدينا بتطبع ازاي في ايدي، ما شاء الله. قعدت كده ايه اعجن فيها كويس. طبعا الرخامه بتاعتي نظيفه، والفوطه دي بتاعتي نظيفه، اجيب انشف بس يبقى فيها اي نسبه، اضمن برده كل حاجه انها نظيفه حواليا عشان اشتغل على النظافه. واجيب معايا رشه من الدقيق خفيفه كده، واجيب معايا العجينه بقى. انت تجيبيها معاكي كده تفرديها، اهم شيء تفرديها وتاخدي وتدي كده في العجينه لحد ما تعمل معاكي عرق كده كويس. بصي بنفس الطريقه كده ندعك كده فيها شويه، تاخد وتدي معاكي كده لحد ما العرق يبقى ايه. بصي افردي معاكي العجينه كده الاول، وبعد كده تاخدي وتدي فيها. يا رب يكون باين معاكم في الكاميرا عشان انا اللي بصور نفسي. بعد كده هناخدها بشكل اسطواني، بعد ما ندعك فيها شويه كده هناخدها بشكل اسطواني، نشكلها كده معانا ونقطعها الكور ايه، ونسيبها ترتاح خالص اهو كده زي ما انا بعملها كده. اهم شيء انك تريحها معاكي، تبقى معاكي العجينه حلوه. هي ما شاء الله انا قعدت ادعك فيها شويه وهي في الطبق، فما شاء الله الملمس بتاعها حلو، بس لما ترتاح هتبقى احلى بكتير. بصوا ما شاء الله معايا تبقى بشكل اسطواني معانا كده، باينه معاكم. بصوا اهي تبقى بشكل اسطواني كده.
تعرفي ازاي انها ملمس العجينه معاكي مظبوط؟ لما تيجي تشكليها كده معاكي كده تلاقي الشكل معاكي، بصي بتاخد وتدي معاكي كده كده، انت عجنتيها حبه حلوين يعني. طلعي كل اللي جواكي بقى في العجينه. ده هما نص كيلو مش حاجه يعني، بس هيعملوا لنا ايه يعني؟ لو هتعملي رقاق طري هيعمل لك صينيه رقاق طري محترمه، فاهمه قصدي؟ ولو هتعملي كريب هيعمل معاكي برده كام واحده كده حلوين. هنعمل مع بعض دلوقتي واقول لك طلع معايا نص كيلو حوالي قد ايه. بسم الله. هنقطعها كده، بصوا كده، بصوا السمك معايا كده، بصوا ما شاء الله. هنقطع السمك كله بنفس الشكل كده وارجع لكم على طول. بصوا حبايبي، انا اعتبر قطعتها كلها كده وعملتها ايه زي البقبه الصغنونه كده، وقوم قلبها كده. بصوا الشكل كلها عملتها بنفس الطريقه كده، وهنسيبها ترتاح حوالي نص ساعه، نص ساعه كده، وهنشكلها مع بعض. مش تاخد معانا وقت لان احنا هنعملها فوق بعضها وبعدين هنفكها على البوتاجاز. بصوا كده الشكل، بلاينها بايدي كده عشان انجز نفسي برضو انها ما تاخدش معايا وقت كبير في التخمير. هي كده كده ما فيهاش خميره ولا حاجه، بس احنا بنسيبها ايه ترتاح. بصوا الشكل كده اهو، بصوا معايا اهي. عملتها كلها كده، كلها مقاس البضايه كده اهي، بنفس الشكل كلها كده. يا رب تكون باينه لكم في الكاميرا. ايوه كده. هسيبها بقى ترتاح، هغطيها واسيبها ترتاح نص ساعه، وبعد النص ساعه ارجع لكم نشوف هنعمل فيها ايه يا حبايبي. بصوا حبايب قلبي، انا سبت العجينه ارتاحت كده معايا نص ساعه ولا كنت بعمل حاجات كده في المطبخ، وامسكها كده افردها معايا كده زي القرصايه. بصوا كده ما شاء الله اهي، عشان هنعملهم طبقات على بعضها. بصوا كده بنفس الشكل ده كده. اقوم جايبه معايا الفرشه، بسم الله. هنجيب معايا كده فرشه واقوم دهنها كده ايه زيت، واقوم جايبه الطبقه التانيه. هحط بس دي كده الاول هنا، احنا سرعنا وعملنا التانيه كده دي على طول. امسك دي برضه افردها بحجم القرصه كده، عشان يبقوا ايه قد بعضهم كده. وهي ما شاء الله عشان العجينه مرتاحه. انا لما ناخد رشه من هنا اهي. طبعا احنا حطينا ديت على وشها الدقيق وبعد كده حطينا على وشها الزيت. ليه؟ عشان لما نيجي نسويهم على البوتاجاز يعملوا ايه، يفكوا من بعضهم اهي. بنعمل الاول دقيق كده زي ما عملت الاول، وبعد كده بتقومي حاطه على وشها ايه زيت، عشان لما نيجي نسويها تفك من بعضها. وادي الطبقه التانيه اهي اتحطت على الطبقه الاولانيه. تعالوا نجيب بقى اللي وراها كده. دي اسهل طريقه تعملي منها الرقاق الطري بتاع اللي تعملي منه رقاق طري او عيش الكريب. بسيط وسهل، خلاف التورتيلا بقى. التورتيلا بيبقى عاملينه معانا بسمنه بلدي ولبن او رايب، بيبقى ريحه تانية وطعم تاني. ده اللي هو الرقاق اللي احنا بنعمله بتاع العيد الاضحى والكلام ده. ده الرقاق اللي احنا بنعمله. دي الطبقه الثالثه اهي. بصوا احنا حطينا الاول ايه دقيق، نحط بقى مسحه الزيت. ما ننساش اهم شيء، عشان الخطوه دي اللي هتخلي معانا لما نيجي نسويه على البوتاجاز يفك من بعضه، ما يبقاش لازق مع بعضه. بصوا كده اهو. دي 3 طبقات. هعمل كمان طبقه عليهم. بسم الله. هجيب معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ما اطولش عليكم انا هوريكم بس انا هعملها ازاي اول واحده، وبعد كده هكمل الباقي كله ونسويه برده مع بعض على البوتاجاز. اوريكم انا بسويه ازاي. وادي الطبقه الرابعه معانا اهي. بصوا معايا، بصوا دقيق. بص اهم شيء تبقى معموله معاكي كده. ده كله هيتنفض معانا في الاخر. اخر واحده بقى احنا مش هنحط عليها زيت. بص كده لو لاحظتي هتلاقي معاكي كام طبقه. ادي 1 2 3 4 4 طبقات اهو. هنسيبهم بقى كده في جنب، وهعمل كل الكميه وارجع لكم بعد ما اخلص. بصوا حبايبي، دي نص كيلو دقيق. دي الكميه اللي اتعملت معايا. بصوا الصلاه على النبي، على حسب بقى انت ايه حابه 3 4 2 وتسوي براحتك على زي ما انت عايزه. انا هبتدي كده اخد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. متوسع بس لنفسي كده. شلت ايه طقم التوابل كده
هي عشان مرتاحه، اللهم صل على النبي، هتمشي معاك وتشتغل ايه، الله اكبر على طول. شوفي بقى انت بتحبي تفردي بايه واشتغلي على طول بقى براحتك، ما تقلقيش مش هتلزق في بعضها، ده كله هيفك مع بعضه تاني. بصوا ما شاء الله. طبعا شويه دقيق كده اللي بيتحطوا بيساعدوك انك تتفردي بسرعه كده وتنجزي نفسك على طول. بصوا حبايبي انا فردتها كده على قد ما قدرت، عشان انا برضو مش عامله السمك بتاعي. بصوا انا كده بنفضها من الدقيق اهي، ميبقاش فيها دقيق خالص. تيجي معانا كده على الصينيه محطوطه على البوتاجاز كده معانا، ومخليه النار عليها متوسطه، صينيه ألمونيا، واحطها كده معايا على البوتاجاز، واسوي كده ثانيه ثانيه كده، وهلفها واقلبها برضو عقبال ما نطلع منها طبقه طبقه كده، وهوريكم برضو. بصوا حبايبي مسافه ما بيتشمع كده على ناحيه بحطها بلف على طول معايا لحد ما احس ان الطبقات ابتدت تسيب بعضها وتطلع منها. بصوا كده. عايزه تعملي بنفس الطريقه ديت تمام، مش عايزه تعملي بنفس الطريقه ديت خلاص براحتك خالص، استني واعملي واحده واحده معاكي على الصينيه لو انت مش ضامنه انك تعملي بالطريقه دي برضه. طبعا انا مهديه النار معايا عشان اسيبه ايه ما ينشفش مني، لو احنا عايزينه رقاق طري طبعا عشان نتحكم في الطراوه بتاعته. بصوا هيبتدي، بصوا هيبتدي اول ما يستوي معاك هيبتدي كل ده تسيب الطبقه هتاخد وضعها وتتفك لوحدها. احنا مش عايزين نستعجل ونقوم شادين يقوم مقطوع مننا. بصوا يا حبايبي اول ما يبتدي، بصوا ما شاء الله طبعا هو سخن مولع. بصوا اهم شيء بس تحطوه كده على فوطه معاكم، طبقه طبقه كده ايه هتخرج معاكم لوحدها كده من غير ما تعملي اي مجهود، بس لمجرد انها تشممي النار وتلفي كده لفه. بصوا ما شاء الله طبعا مولع وانا ايدي مش مستحمله اصلا لوحدها. بصوا ما شاء الله. استنى عليه برضو ثواني كده مفيش حاجه تتقطع. ده بقى تشتغل. بصوا شفاف ازاي، مبين الصينيه من تحت ازاي يا حبايبي، لو باين معاكم بصوا شفاف شفاف خالص، مبين الصينيه من تحت. اهم شيء بقى معاكي، انا عايزه اهدي النار شويه كمان اهو، اللهم صل على النبي. بصوا كده معايا اهو بصوا حبايب قلبي ده بقى الروايه الطري اللي تشتغل. بصوا ايدي من تحت شفافه باينه ازاي، طبعا هو سخن انا مش قادره استحمل في مسكته. بصوا ما شاء الله اهو. اهم شيء عشان يفضل معاكي طري، بصوا 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 كرمشي بقى في يمين شمال براحتك. بصي تشتغلي بقى انت في كريب، تشتغلي في صينيه روايه طري باللحمه المفرومه او الفراخ، يبقى معاكي زي الفل اهو. حابه تعملي واحده واحده ومش عايزه تعملي اللي هي 3 دول مع بعض براحتك خالص، بس انا بتكلم ان انت بنجز نفسي، يعني لما بكون بشتغل في حاجه على البوتاجاز تانية وعايزه انجز نفسي عشان انا بس بصور فيديو، فاضطريت ان انا ايه عايزه اعمل دوت عشان كان مطلوب مني، فبنجز نفسي واحطه على بعضه. اما انت لو عندك وقت عادي ومش حابه انك تعملي الطبقات ديت اعملي واحده واحده عادي مش هيجرى حاجه. هكمل كله برده بنفس الطريقه كده. بصوا حبايبي انا حبيت اعمل معاكم كمان واحده، بس بقول لكم بس اهي بسم الله ما شاء الله. اقول لكم بس حاجه ان انت تاخدي بالك، اهم شيء لو هتعملي الخطوه دي حطي طبقه زيت ما بين كل واحده والتانيه، عشان لو ما حطيتيش طبقه زيت ما بين كل واحده والتانيه مش هتطلع معاكي كده بالسهوله زي اللي انت شايفاها دي كده. انا هحطها برده في الفوطه مع التانيين. بص يا احمد كده بسم الله نحط كده مع التانيين كده بسم الله الرحمن الرحيم براحتها خالص. هنقلبها كده كمان مره. انا ايدي مش طايقه سخونيه خالص علشان ملسوعه بس فيها. بنفس الشكل كده هتنينا نلف عليه. بصوا معانا، بصوا يفضل طري معاكي وحلو ازاي ما شاء الله. نص كيلو دي يعمل لنا كميه كده محترمه حلوه لو بتعملي للاولاد منها ما شاء الله. بصوا ابتدت يسيب من تحت اهو نلفها وناخد من تحت بسم الله الرحمن الرحيم لوحده هو هتلاقيه يسيب الطبقه لوحدها
طبعا هنا ايه، سيبك من ايدي انا عشان ايدي ملسوعه فمش مستحمله اي سخونيه. بصوا ابتدى يعمل فقاقيع، حتى ان هو يبقى بقى كده يتعمل معانا، بس انا مش هستنى طبعا لما يعمل كده عشان احنا عايزينه طري، احنا مش عايزينه نشف زي بتاع العيد الاضحى كده. طبعا النار عندي عليت، عليت، عشان كده انا مش مستحمله خالص مع اللسع عشان انا ملسوعه في ايدي هنا. بسم الله. طول ما انت واقفه في المطبخ تعملي اي افتكاسات لازم ينولك اي حاجه، يا طرطشه بالذات في الفراخ، طرطشه الفراخ دي، عشان كده انا بحب اعملها في الفرن منعا ان الواحد تقعد تطرطش عليه كده الايه الزيوت. بصوا كده اهي ما شاء الله اهي لوحده اهو يسيب كل حاجه. بصوا كعبرت معايا ازاي اهي، يفرد 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 اهي. بصوا ما شاء الله اهي زي الفل معانا من تحت لفوق اهو. اللهم صل على النبي. هكمل انا بقى كل الكميه وارجع لكم. انا حبيت بس اوريكي ان انت تاخدي بالك وانت بتفكي ولا بتعملي، تاخدي بالك كويس قوي انك تكوني دهنه طبق الزيت ما بين كل رق والتاني عشان يطلع معاكي. لو عندك طولة بال بقى تعملي واحده واحده براحتك خالص. هكمل الكميه كلها وارجع لكم على طول. بصوا حبايب قلبي الكميه كلها انا عملتها اهي، سهله وبسيطه. الطريقه ديت عجباني ان انت تحطي كذا طبق فوق بعض، بتنجزك وتخلصك في ثواني ومفيش اي حاجه بتتقطع معاكي. بص ما شاء الله، والصوابع ايدي باينه من تحتيه شفاف ازاي، طالع معايا مظبوط وحلو زي الفل اهو. تحطي بقى انت ممكن تعملي سندوتشات للعيال كده بطاطس، وتحطي جبنه موزاريلا وفلفل وفلفل اخضر كده او سبايس لو انت حابه. بصوا ديت كانت هتنشف معايا سنه. بصوا ما شاء الله برده ماسكه نفسها وحلوه اهي. بصوا زي عيش الكريب ولا لا؟ بصوا يا حبايب قلبي يمشي معاكي عيش كريب، يمشي معاكي رقاق طري. بصوا الشكل عامل ازاي. بصي بقى التاني الطري اللي معايا، بصوا بصوا بصوا، طبق على قد ما تطبقي، افردي تاني افردي افردي. بصوا يفضل معاكي، بصوا اللهم صل على النبي، مفروض زي ما هو من تحت لفوق زي بعض اهو. اهم شيء ان انت تلفيه في فوطه عشان يفضل معاكي طري. وبكده يكون يا حبايب قلبي خلصت معاكم الرقاق الطري اللي طالبينه مني. ما تنساش تعملوا لايك واشتركوا في القناه اللي مش عامل اشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.